السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نجرب مع آية نعمل تحلية باردة سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. تحلية سهلة جدا وبسيطة، مناسبة جدا في رمضان، تاكليها بين الفطار والسحور او بعد السحور. لذيذة جدا، بترطب كده على الواحد. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. بس اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. هستخدم حوالي 150 جرام من البسكوت، هضربهم في الكبة ناعم بالشكل ده. هنزل عليهم بحوالي 3 معالق كبيرة من الحليب. ميزة التحلية الباردة دي ان هي سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة جدا. يعني لو مش متوفر عندك البسكوت ممكن تستغني عن الطبقة دي خالص، بس طبعا اي اضافة ولو بسيطة بتفرق جدا في الطعم. انا هفرك البسكوت مع الحليب لحد ما يبقى معايا البسكوت بالشكل ده. هتوزعي البسكوت في بولات او في اطباق صغيرة، ممكن تنزلي بالكمية كلها في بولة كبيرة زي ما تحبي. هتضغطي على البسكوت بمعلقة كويس جدا عشان تكون طبقة متماسكة. الكمية البسكوت عملت لي يعتبر 6 بولات كبار واتنين بولة صغيرين. لو متوفر عندك فراولة او موز، اي فاكهة متاحة عندك، اضافة الفاكهة للتحلية دي بجد بتديها طعم حلو قوي وبتزود القيمة الغذائية. هبتدي اضيف شريحة من الموز وشريحة من الفراولة بالشكل ده. هنسيبهم على جنب ونحضر الطبقة التانية. هحتاج كوب من عصير الفراولة المركز بدون اضافة سكر او مية. فهتضربي الفراولة في الخلاط او بالهاند بلندر. هنزل بكوب من عصير الفراولة المركز اللي احنا لسه عاملينه على لتر من الحليب. ونزلت ب3 معالق كبيرة من النشا، 2 معلقة كبيرة من الدقيق. والسكر حسب الرغبة، نزلت بحوالي 5 معالق كبيرة. ونزلت بحوالي معلقتين كبار من القشطة، ممكن تستغني عنهم وممكن تستبدليهم بمعلقة من الزبدة. ونزلت برشة من الفانيليا. الفانيليا اللي عندي بتبقى مركزة شوية فما بنزلش بكمية كبيرة. هقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. ممكن تكتفي بالمكونات دي ومتضيفيش حاجة تاني، بس في اضافة اخيرة بتفرق في الطعم وبتعزز وبتزود القيمة الغذائية جدا. 3 معالق كبيرة من الزبادي اللي انا بستخدمه ده زبادي انا اللي عاملاه، هسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. بالمضرب اليدوي هتخفقي المكونات مع بعض كويس جدا على البارد، وبعد كده ترفعيها على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معاكي. اول ما تحسي ان القوام تقل معاكي وبقى كريمي بالشكل ده يبقى كده القوام مظبوط. هتنزلي بيه ساخن على طبقة البسكوت. حاولي توزعيها كويس جدا وحاولي ما يبقاش فيه فراغات. هتسيبيه لحد ما يبرد تماما، وبعد كده بتحفظيه في التلاجة لحد ما يتماسك، يعني ممكن ياخد ساعة ساعتين بالكتير. يلا نحضر الطبقة الثالثة. في بولة حوالي كوب وربع من المية السخنة، هنزل عليها بكيس من الجيلي. الكيس ده بيكون حوالي 70 جرام. انزلي باي طعم جيلي، مش شرط طعم الفراوله، ممكن تنزلي باي طعم بتحبيه. هتقلبيه كويس جدا، اتاكدي ان الجيلي كله داب في الميه السخنه. عايزه اقول لكم كيس الجيلي الواحد ممكن ياخد 2 كوب من الميه، بس بحب انزل بكوب وربع فقط عشان يكون مركز ويتماسك بسرعه. بالمعلقه هتشيلي البابلز او الفقاعات اللي فوق بالشكل ده، وهتسيبيه لحد ما يبرد تماما. عايزه اقولك لو سخن حاجه بسيطه ممكن يسيح لك الطبقه التانية. نزلت بشرايح من الموز والفراولة على الطبقة التانية بعد ما تماسكت. انا حطيتها في صينية عشان يبقى سهل ان انا ادخلها التلاجة واخرجها منها. بعد ما الجيلي برد تماما هبتدي انزل بيه بالتدريج، ما بتنزليش بيه مرة واحدة. فاكرين لما قلت لكم وانتوا بتفردوا الطبقة التانية افردوها كويس جدا بحيث ما يكونش فيها فراغات. في مشكلة بتواجه كتير مننا ان ساعات الجيلي مش بيفضل ثابت لفوق وممكن ينزل على الطبقة التانية، وده لسببين: يا اما الجيلي لسه سخن، يا اما الطبقة التانية مش مفرودة كويس وفيها فراغات، فبالتالي الجيلي هينزل على تحت. بعد ما تخلصي هتحفظيه في التلاجة ساعة ساعتين، هتلاقي طبقة الجيلي تماسكت على طول، مش هتاخد وقت. اولا الطبقة مش سميكة قوي، وكمان الجيلي مركز فهيتماسك معاكي ان شاء الله بسرعة. عايزه اقول لكم ان انا كنت عاملاه قبل الفطار الساعه 5 مثلا كده، كنت مخلصاه. بعد الفطار حلينا بيه، بجد حاجه كده خفيفه لذيذه جدا. واولادي بيحبوا ياكلوه بعد السحور كبديل للزبادي. في بوله زياده للجيلي اللي هو فضل مني وضفت له موز وفراوله وبقى طبق لذيذ جدا. بإمكانيات بسيطة عملنا تحلية حلوة جدا مفيدة قيمتها الغذائية عالية. وممكن تستغني عن طبقة البسكوت أو طبقة الجيلي، ممكن تستكفي بطبقة البسكوت وطبقة الكريمة، طبقة الكريمة وطبقة الجيلي. أي حاجة المتاح عندك، بس بجد مفيد جدا، هيشجع أولادنا على الصيام وخاصة أولادنا اللي لسه بيصوموا جديد. ولما ياكلوا طبق واحد من ده في اليوم هتحسي ان هم اكلوا حاجة مفيدة. فاتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة لانها بجد وصفة خفيفة لذيذة جدا مريحة، مش متعبة للمعدة خالص، بالعكس. فانا شايفاها وصفة رمضانية مناسبة جدا. انتظروا مني وصفات رمضانية كتير. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.